السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. قد صرح أحمد أشرع هو المرشح الأبرز لقيادة النظام السوري الجديد، فقد أعطى تصريحا اليوم أنه أن النظام السوري الجديد لا يفكر في الدخول في الصراع مع إسرائيل، ولا يحمل أي عداء تجاه إيران. والخطة التي يفكر فيها النظام السوري هي إعادة بناء سوريا. وقال أحمد أشرع قائد هيئة تحرير الشام أن للهيئة خطط للتعامل مع التدمير الذي مارسه النظام على حد وصفه. وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام سورية أن دمشق متأخرة في العديد من المجالات مقارنة بما أنجز في إدلب، كما أوضح أن ليس لديهم أي عداءات مع المجتمع الإيراني، مؤكدا أنهم ليسوا بصدد خوض صراع مع إسرائيل. وفيما يتعلق بالقوات الروسية المتواجدة في سوريا، قال الشرع: أعطينا روسيا فرصة لإعادة تقييم علاقتهم مع الشعب السوري بناء على تجربتنا الإدارية في إدلب، ونحن نخطط للتوسع في باقي المحافظات. كما أشار إلى أن هناك تواصلا مع سفارات غربية، بما في ذلك نقاش مع بريطانيا بشأن إعادة تمثيلها في دمشق، مؤكدا أن أهدافنا واضحة وخططنا جاهزة للبناء والتطوير في سوريا.